celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. اسم حضرتك؟ علياء رحمة. توقعك الماتش النهارده ايه؟ إن شاء الله نكسب. كام؟ يعني 3-0. مين اللي يجيب لي جوان؟ زيزو، منسي، زيزو تاني. وانتي؟ إن شاء الله 3-2. شايفه ماتش سهل النهارده ولا صعب؟ لا صعب. الاهلي امبارح اتعادل مع فاركو وادانا هديه. تفتكري هنستقبل الهديه ولا مصدرين الدوري؟ أكيد لازم نبقى على القمة، عشان هم عندهم ماتش بيراميدز بعد كده، فلازم ياخدوا على هنا. إن شاء الله الماتش هيبقى حلو. الصدارة مش واضح انت بتحبي زيزو. بس كده خلاص عرفت. ان شاء الله يكسب النهارده. بإذن الله. يصدر الدوري النهارده. إن شاء الله. كابتن ملاك عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كله ماشي الحال؟ الحمد لله كله. طيب لو قلنا توقعاتك النهارده ماتش الزمالك وفرشة يعني ان شاء الله بالمعطيات كلها ان باذن الله ان شاء الله نكسب باذن الله ان شاء الله تقدر تقول لي كام النتيجه؟ يعني اقول مثلا فرق 2 ان شاء الله. محمد عاطف هيسجل النهارده باذن الله باذن الله. ان شاء الله. الناس بتقول الماتش النهارده ممكن يكون سهل عشان بيوصل المركز الاخير، ايه رايك؟ والله احنا اللي بيشجع الزمالك من زمان يعرف مفيش حاجه اسمها ماتش سهل. الماتش سهل الزمالك دايما بيصعبوا علينا، فبتمنى ان النغمه دي نبطلها شويه. اخر سؤال، امبارح الاهلي اتعادل مع فاركو. تمام. تفتكر هيئه الاهلي امبارح لينا هنقدر نستقبلها ونبقى متصدرين الدوري؟ هنستغلها نتصدر الدوري وان شاء الله مش هننزل من الدوري تاني باذن الله ان شاء الله. شرفت بيك جدا. انا اكتر. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. تعرف بيك؟ سيد خليل. سيد خليل. وانت؟ كلمة سيد خليل. زملكاويه طبعا. طيب توقعك ماتش النهارده ايه؟ ان شاء الله 3-1. 3-1. مين يجيب الاهداف؟ زيزو وشلبي وجزيري. طيب شايف النهارده ماتش سهل ولا صعب؟ لا صعب طبعا. مفيش ماتش سهل. في ناس بتقول ان فيتشر المركز الاخير، هل احنا شفنا جوله قبل الاخير عمل ايه مع الاهلي، وشفنا امبارح برضو فريق اللي بيلعب الاهلي ما اتفرجش على ماتشاتهم يعني عامه، برضه عمل نتيجه كويسه لولا الحكم يعني. شايف النهارده ممكن نقبل الهزيمه بتاعت الاهلي بتعادل الاهلي امبارح مع فاركو؟ الزمالك يعني ان شاء الله في روح وفي لعيبه كويسه يعني وفي روح واحنا عندنا ثقه في اللعيبه. عندنا ثقه في الحمد لله. بتحبي مين في لعيبه الزمالك؟ زيزو. طبعا انا عارف انت قلت لي كده. بتحبي زيزو ليه بقى؟ ما اعرفش بقى. بتحبيه؟ طيب لو قلت لك بقى اسمك ايه قلت لي؟ كرمسية. كارما؟ طيب بص يا كارما، لو قلت لك النهارده مين يكسب، طبعا ان شاء الله الزمالك، بس نكسب كام؟ ايه؟ نكسب كام؟ 4 مثلا 4-1. 4. شايفه النهارده ماتش سهل ولا صعب؟ صعب صح؟ ان شاء الله هنكسب يا كارما باذن الله. ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بتعرف بيك؟ محمد اشرف. طيب توقعاتك الماتش النهارده ايه؟ 2-0 ان شاء الله. مين يجيب الاجوان؟ دونجا وشلبي. دونجا وشلبي. شايف النهارده ماتش الزمالك سهل ولا صعب؟ لا صعب. مدرم فريق كبير برضه مش صغير، ودايما ماتشاتنا قدامها بتبقى حاسمه وحلوه يعني. حاسمه. طيب بمناسبه ماتش فيشر النهارده عمرو السيسي هيلعب قصادنا، تفتكر ممكن يجيب فيها جول؟ لا خالص. صعب. طيب امبارح الاهلي اتعادل مع فاركو، وطبعا لو كسبنا النهارده كزمالك هنبقى اول دوري. تفتكر الزمالك بحالاته واللي انت طبعا عارفه عننا، هل نقدر نستقبل الهديه اللي الاهلي اداها لنا؟ والله احنا دايما بنرفضها، بس ان شاء الله النهارده نستقبلها يعني. تفتكر يعني؟ باذن الله. يلا فتوح اهو فتوح. حابين نبقى طالعين كسبانين الشوط الاول، بس ان شاء الله الشوط الثاني باذن الله. ان شاء الله. طيب توقعك الشوط الثاني؟ ان شاء الله نكسب. ان شاء الله نكسب. شايف الزمالك وحش الشوط الاولاني ولا حلو؟ مش اللي مستنيينه يعني، مش اللي احنا كنا مستنيينه. بس ان شاء الله نكسب ان شاء الله. توقعك الشوط الثاني؟ إن شاء الله نكسب. ان شاء الله باذن الله. إن شاء الله. طيب الشوط الاول خلص بالتعادل 0-0. شايف اداء الزمالك في الشوط الاول عامل ازاي؟ انا شايف بصراحه اداء الزمالك في الشوط الاول اداء هزيل جدا. طبعا احنا بنلعب فرقه في اخر الدوري خالص. احنا المفروض كنا نظهر اداء اقوى واشجع من كده بطرق كتير قوي.
بس انت يعني انت اكيد شفت مفيش اي حلول هجوميه. احنا مش شطنا خالص على الجون اي كوره، مفيش الا كوره ولا اتنين، طبعا بطريقه عشوائيه جدا. ولا شايفين تكتيك ولا احنا شايفين طرق لعب حلوه، ولا احنا شايفين اي حاجه. يعني احنا شفنا عشوائيه، بس احنا نتمنى في الشوط الثاني ان احنا طبعا اداء يتحسن ونشوف طريقه احسن، وان شاء الله نطلع ب3 بونت يعني. الشوط الاول مش يعني الموضوع، انا شايف ان في غيابات برضو. عبد الله سعيد مؤثر جدا طبعا، ويعني في لعيبه يعني تحس دايما ان هو ايه، محمد عاطف انت بتنزله على طول. طب ما انت في لعيبه ثانيه ممكن تنزلها واحده، محمد عاطف ومعتمد عليه، خاصه ان هو بيلعب اساسي اول مره بالظبط في الدوري العام. لاعب لسه لعب الماتش اللي فات، لعبت الماتش ده على طول. الماتش سهل بس انت المفروض تبقى تضغط عليهم، بعد كده بقى انزل بعد كده محمد عاطف في الاخر، محمد سيد في الاخر. انا ما كانش عندي مشكله حتى شيكا نفسه ينزل، بس حلول في الحته الاخيره مفيش حلول هجوميه. في التالت الاخير ده مفيش حلول هجوميه. طيب شايف الزمالك الشوط الثاني، يعني شايف الزمالك او جروس بقى يعمل ايه عشان نقدر نفوز بالمباراه؟ هو اكيد جروس طبعا هو مدرب خبير وكبير، اكيد هو الشوط الثاني هيلاقي حلول معينه، هيعرف ان شاء الله يتعامل. انا شايف اول تبديل، احنا طبعا مش شفنا اي خطوره محمد عاطف، ما شفناش منه خطوره خالص فعلا. شفنا الجزيري هو بيلعب بطريقه عشوائيه شويه. انا شايف ان هو الشوط الثاني الجناح البولندي مش هلاك طبعا، هو كده هينزل. هتلاقي مصطفى شلبي طلع على الدقيقه مثلا على 60 65، وهتلاقي شيكابالا هينزل على الدقيقه 80 85. فاتمنى الدكه تكون فورمه النهارده، وان شاء الله يجيبوا 3 بونت يعني. هاخد من كلامه واسالك سؤال، تفتكر بالكلام اللي هو بيقوله هيكون في خطوره هجوميه الشوط الثاني؟ اكيد هيكون فيه، ما هو الماتش كله ضاغط بس مفيش حل، فلازم يكون في حد يعني مثلا زي بنتايج هينزل اكيد برضو، لان انت عندك برضو انت عندك اتنين ديفندر يعني بيلعبوا ليه، مش الموضوع مش مسائل كل ده. المفروض انت تخش تضغط تنزل حلول هجوميه، يعني فتوح لازم يخش في النص. تمام. زيزو حتى الماتش ده عمال يخش في النص، كل شويه عمال يخش في النص، وعاطف يطير عشان ما فيش حد في نص الملعب يعرف يطلع الكوره. فاكيد هيبقى في خطوره يعني، ما ده الطبيعي، واكيد هيبقى في خطوره. زعلانين انتوا من الشوط؟ اكيد طبعا. اداء كان الشوط الاول اداء وحش جدا، وان شاء الله احنا نتمنى في الشوط الثاني ان شاء الله الاداء يتحسن، وان شاء الله ناخد 3 بونت. جروس يعني هيغير، كلنا متوقعين ان هو هيغير، وعارفين واحده بس احنا كنا حابين الماتش ده ماتش اخير. يمكن هو مش عارف ان الفرقه دي او احنا كلنا برضو عندنا توقع شويه ان فيوتشر كانت فرقه كبيره قبل كده، فاحنا متوقعين ان هي ممكن تعمل خطوره، بس مش لدرجه القلق ده. يعني حتى احنا المفروض الماتش ده مش فكره ان الفرقه الثانيه اتعادلت، فاحنا لا، احنا المفروض طبيعي جدا نكسب الماتش ده، طبيعي جدا. استاذ احمد، شايف الشوط الاول ماشي ازاي، وايه رايك في الشوط الاولاني؟ يعني انا شايف الزمالك مش المستوى زي الماتش اللي فات. النهارده كده في تقصير شويه في نص الملعب. الزمالك مفتقد اللعيب اللي هو رقم 10 ده، اللي هو زي كابتن عبد الله السعيد. طبعا ده نجم كبير بيقدر بكوره ولا بكورتين يوصل اللعيبه للجول. النهارده انا حاسس ان في النهارده اللعب شويه فيه عشوائيه في نص الملعب، وبرده النهارده انا حاسس ان زيزو بره يعني الفورمه شويه النهارده. شايف تاثير عبد الله السعيد النهارده وغيابه مؤثر بالسلب على الزمالك؟ طبعا احنا مفتقدين لعيب رقم 10. انا برضو لايم على المدرب الجوميز ان هو حته اوباما ديت رقم 10 كان عندنا لعيب كبير وافتقدناه جدا. النهارده انا حاسس بالحته ديت، معتمدين النهارده على كابتن محمد عاطف، ده هو اللي عمل ماتش كويس الماتش اللي فات، بس النهارده لسه مش باين النهارده. شكلك حزين قوي يعني، زعلان. النهارده الزمالك فرصه، احنا تملي بعد ماتش الاهلي لما بيضيع ولا حاجه، احنا عايزين بقى نركب النهارده يعني ان شاء الله. فان شاء الله بالشوط الثاني، بس عندي امل الشوط الثاني الزمالك بيفوق. وده سؤالي ليك بقى حضرتك صح. شايف في الشوط الثاني ايه هي التوجيهات اللي ممكن يعملها جروس اللعيبه، او شايف شكل الزمالك الشوط الثاني عامل ازاي؟ لا، الزمالك الشوط الثاني ان شاء الله انا عندي احساس هيبقى الشوط الثاني احسن. هيبقى جروس ان شاء الله يعمل شويه تغييرات كده، محتاجين نلعب على الجناب شويه اكتر من كده. محتاج مصطفى شلبي يفوق شويه، بقى له كام ماتش كان كويس، النهارده محتاج بس يشد شويه، ومحتاج بس زيزو برضه يفوق، وننزل ناصر منسي ان شاء الله يخطف له حاجه في الشوط الثاني باذن الله. هنكسب باذن الله، النهارده هنكسب.